انت عارف لما سيرة ام جي 6 بتيجي قدامي ضغط بيعلى زي الموتور بتاعها كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عمرو مجدي، وفي الفيديو ده هنتكلم عن افضل سيارة في فئتها وافضل سيارة موجهة للشباب، وهي ام جي 6. ام جي 6 هي سيارة مصنوعة ومجمعة في الصين بالكامل بتصميم انجليزي جميل. العربية دي وقت طرحها على الاسواق العالمية خدت ضجة كبيرة وقدرت تحقق نجاح كبير في وقت قصير. حتى في السوق المصري كسبت قبول وحب كبير من الشباب لانها سيارة رياضية، وكمان من اسباب نجاحها ده انه كان ليها ضمان من توكيل معروف، مش مجرد حتة عربية صيني نزلت السوق كده وخلاص. لما تقابلك العربية دي هتقول عربية صيني شكلها حلو، ايه بقى المبهر فيها؟ بس لما تتعمق في تفاصيل العربية دي هتغير فكرة انها حتة عربية صيني دي من دماغك، لان العربية بتيجي بتصميم خارجي شكله حلو بلمسات الكروم الهادية اللي في وش العربية، ولمسات الكروم ايضا اللي على الابواب من تحت وعلى مقابض الابواب، والشبكة الأمامية الجميلة اللي عليها شعار ام جي بشكله الملفت. ولما تبص على جنب العربية كده هتلاقيها مسحوبة بشكل حلو زي العربيات الفور دور كوبيه. في التصميم الداخلي بقى بتلاقي عجلة قيادة متعددة الوظائف، وورا منها على طول لوحة عدادات انالوج شغالين عكس بعض على الطريقة الإنجليزية، ووسطهم شاشة بيانات 7 بوصة. وعندك كمان في الكونسول شاشة رئيسية بمقاس 8 بوصة بتدعم ابل كار بلاي، ولكن ما فيهاش اندرويد اوتو، وده عيب مش مقبول في العربية لان معظم الملاك هيكونوا بحاجة للنظام ده. العربية بتقدم لك خامات جلد في اسفل التابلو وفي الابواب، بس التابلو من فوق كده الخامة فيه بلاستيك، ولكن في العموم العربية في حتة الخامات دي جيدة جدا. العربية كمان بتقدم لك فتحة سقف صغيرة وشفتات في الدريكسيون وكرسي كهرباء للسائق ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بس تحذير بدون قرايات. عندك كمان المساحة الداخلية الأمامية واسعة بشكل مريح مفيش فيها عيوب، والمساحة الخلفية جيدة تاخد 3 أشخاص بشكل جيد. وكمان المقصورة فيها مساحات تخزين كبيرة، والشنطة الخلفية بتفتح بالإزاز الخلفي وبتقدم لك مساحة تخزين 424 لتر، ودي مساحة جيدة. وضعية القيادة في العربية هنا عاملة ازاي؟ والله هي كعادة العربيات الصينية وضعية القيادة هنا عالية شوية، كل حاجة تحت ايدك، ولكن العربية مدياك احساس بانك متحكم بيها علشان بتديك مساحات رؤية امامية واسعة بدون قوايم كبيرة، والمساحات الجانبية ممتازة، وكمان مساحة الرؤية الخلفية بتخليك تشوف الطريق بشكل كويس. دي ام جي 6 العربية دي بتصنف كومباكت سيدان مدمجة، والعربية دي متوفرة بفئتين تقدر تشوف اسعارهم من خلال موقع هسيب لك اللينك في الوصف. العربية متوفرة بموتور 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، بيطلع قوة 169 حصان وعزم 250 نيوتن متر، والموتور ده متوصل بفتيس ديول كلاتش 7 سرعات دراي. والعربية بدفع أمامي للعجلات. أرقام الأداء في العربية من 0 ل 100 في 7 ثواني، والسرعة القصوى 180 كيلومتر. ومتوسط استهلاك البنزين في العربية في رينج 9 لتر لكل 100 كيلومتر، وده استهلاك متوسط. طيب بالنسبة بقى لأداء الموتور، أداء الموتور هنا هايل بصراحة، طول الوقت جاهز معاك، بيديك أداء ممتاز موجه في حتة الرياضية، مش هتحس منه بأي تعجيز في أي وقت. وكمان الموتور ده بيديك أداء هايل قوي على السرعات العالية اللي هي فوق ال 120، وطبعا ما انصحش حد بأنه يتجاوز الحد القانوني للسرعة. معاك بقى على الجانب التاني الفتيس. نظريا انت معاك فتيس ديول كلاتش 7 سرعات دراي، الفتيس ده مع الموتور بتاع العربية المفروض يديك أداء خرافي في السماء، ولكن الفتيس ده هو نقطة الإحباط اللي موجودة في العربية دي. الفتيس أداؤه في الطلعة بطيء بشكل كبير، وكمان بطيء ما بين النقلات بيخلي التسارع يقل بشكل ملحوظ، بيجيله صدمة عصبية كده ما بيبقاش عارف يعمل ايه لما تكون في موقف طارئ. من الاخر كده انت معاك فتيس رخم، اداؤه اداء فتيس اوتوماتيك عادي او اقل من الاوتوماتيك العادي، ما هواش ديول كلاتش زي اللي احنا عارفينه. ونظام التعليق بقى عامل ازاي؟ انت معاك نظام تعليق ناشف شوية، وده طبيعي علشان زي ما قلنا العربية موجهة لحتة الشقاوة والرياضية.
عندك حته الراحه في العربيه مقبوله علشان كراسي العربيه هتدعمك شويه، هتحس بالنور المطبات شويه، بس العربيه بتديك ثبات هايل وثقه هايله في انك تاخد الملفات بشكل سريع. بالنسبه للعزل الصوتي هو كان محتاج يتصرف عليه شويه، اداؤه متوسط، هتسمع منه صوت الهواء وصوت تفاعل العفشه مع الطريق وغيره، ولكن انت ممكن تشغل حاجه على السماعات تعالج بيها الموضوع ده. اخر نقطه بقى هي الامان. العربيه ناجحه في حته تجهيزات الامان، الاختلاف بس انه في الفئه الاولى 2 ايرباج والفئه الثانيه 4 ايرباج. باقي الانظمه بقى العربيه بتيجي باي بي اس نظام منع انغلاق الفرامل، واي بي دي نظام توزيع قوه الفرمله على العجلات، واي اس بي نظام الثبات الالكتروني، وتراكشن كنترول، وبريك اسيست، وهيل ستارت اسيست، وكورنرنج بريك كنترول نظام توزيع الفرامل اثناء الملفات، وبريك ديسك وايبنج ده نظام بيخلي الفرامل تمسك سنه صغيره علشان تنشف ديسكات الفرامل لو ماشي في طريق فيه ميه والديسكات اتبلت، يعني علشان الفرامل تبقى جاهزه. في النهايه ارشح لك العربيه دي لو انت عايز عربيه شكلها من بره ومن جوه حلو، ولو عايز كمان عربيه واسعه العيله، وكمان لو انت عايز عربيه بمساحات رؤيه جيده، وكمان لو انت عايز عربيه ادائها ممتاز، ولو عايز عربيه رياضيه العربيه دي اختيار مناسب ليك، وكمان لو انت شاب وبتدور على عربيه مناسبه ليك فام جي 6 اختيارك. وكمان لو عايز عربيه فيها انظمه امان ممتازه، العربيه دي فيها انظمه امان اساسيه وممتازه ولكن ملهاش اختبار امان في اليورو انكاب. ما تشتريش العربيه دي لو عايز عربيه فيها اندرويد اوتو، لو عايز عربيه هاديه في السواقه واقتصاديه بشكل ممتاز في استهلاك البنزين. العربيه هنا مش اقتصاديه بشكل ممتاز، العربيه هنا في شكل متوسط بتستهلك 9 لتر زي ما قلنا. وكمان لو عايز عربيه فيها اوبشنز كتير، وكمان لو ما بتحبش العربيات الصيني فما تشتريش العربيه دي. بس كده، ما تنساش تشترك في قناتنا على اليوتيوب وتتابعنا على فيسبوك وتيك توك، اسيب لك اللينكات في الوصف. والاهم من كده بقى تكتب لي في التعليقات عايز الفيديو الجاي عن ايه. شكرا لكم، مع السلامه.